ما يمكن الحاجة اللي كسرتك هي اللي أنقذتك. عمرك فكرت إن أسوأ حاجة حصلت لك ممكن تكون أحسن حاجة حصلت لك بس أنت لسه مش شايف ده؟ يمكن إحنا متعودين إن أي حاجة سلبية بتحصل لنا بنحطها في خانة ضدنا على طول. حاجة تزعلنا أو تكسرنا أو توجعنا يبقى خلاص دي حاجة وحشة وبس، فول ستوب على كده. وخلينا نبقى صريحين، محدش فينا بيحب الوجع ولا حد بيتمنى يعدي بحاجات صعبة، بس يمكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. ويمكن الكونسبت كله محتاج نفهمه بشكل مختلف شوية، إن مش كل حاجة حصلت لك كانت ضدك، ما يمكن كانت بتجهزك. إحنا دايما بنشوف اللحظة اللي إحنا فيها بس، بنشوف الموقف هو بيحصل وبنحكم عليه فورا، لكن مش بنشوف الصورة كلها، مش بنفهم ليه ده حصل دلوقتي بالذات. فالحقيقة إن دايما نظرتنا محدودة، لأن بعد ما بنعدي الموقف ونبص ورا بنبدأ نفهم واحدة واحدة، وبنقول يمكن الحاجة دي كانت صعبة بس هي اللي خلتني أبقى أقوى، هي اللي فهمتني نفسي، هي اللي خلتني أختار أحسن بعد كده with more awareness. فالحقيقة اللي مش دايما بنحب نعترف بيها إن كل حاجة سلبية حصلت لك سابت جواك درس، حتى لو انت ما كنتش عايزه وقتها بس كنت محتاجه جدا، even لو انت مش شايف ده دلوقتي. يمكن موقف وجعك بس علمك ما تثقش في أي حد بسهولة، ويمكن تجربة فشلت فيها لكن خلتك تفهم نفسك أكتر، ويمكن علاقة انتهت بس رجعتك لنفسك من تاني. فالفكرة مش في إن الحاجة كانت حلوة، الفكرة ببساطة إنها كانت مفيدة، بس ده مش معناه إن لازم نكون أقوياء طول الوقت. عادي جدا تتعب وتزعل، it's okay، المهم إنك ما تقفش عند ده. أنا شخصيا في حاجات كنت شايفاها نهاية الدنيا، ودلوقتي أنا بحمد ربنا إنها حصلت، لأن لولاها أنا ما كنتش بقيت الشخص اللي أنا عليه دلوقتي. وخليني أكلمك من منظور تاني، إن إحنا كبشر بنشوف جزء صغير جدا من الصورة، لكن ربنا شايف الصورة كلها، شايف إيه اللي ينفعك، شايف إيه اللي ممكن يأذيك، وعمره ما بيختار لك حاجة وحشة أبدا، حتى لو أنت شايفها كده دلوقتي. يمكن إحنا مش فاهمين دلوقتي، بس ربنا دايما بيختار لنا الأنسب. يمكن الحاجة دي كانت مؤلمة بس بتبعدك عن حاجة أسوأ، أو بتقربك من حاجة أحسن، أو بتجهزك لمرحلة أنت لسه ما وصلتلهاش. وربنا شايف صبرك وتعبك، مش بيضيع حاجة، كل حاجة ليها معنى حتى لو أنت لسه مش فاهمه. ومش معنى أنك اتأذيت إنك خسرت، مش معنى أن الحاجة دي كانت صعبة إنها كانت غلط. أوقات كتير الألم بيبقى جزء من التغيير. بص لنفسك دلوقتي، أنت مش نفس الشخص من سنة ولا حتى من كام شهر. نضجك ووعيك وطريقة تفكيرك اتغيروا بسبب تجارب انت كنت شايفها في وقت من الأوقات سيئة. فالحقيقة بسيطة انك انت النهاردة نتيجة كل حاجة مريت بيها، الحلو والوحش، والحاجات اللي انت شايفها سلبية هي اللي شكلتك وخلتك أقوى وأكثر وعيا وأصدق مع نفسك. فالمرة الجاية لما تمر بحاجة صعبة اسأل نفسك، هو ايه اللي انا ممكن اتعلمه من ده، بدل ما تسأل هو انا اللي بيحصل لي كده. حاول تعمل فوكس على المنحة حتى لو مستخبية جوه المحنة. يمكن لو الحاجة دي ما كانتش حصلت ما كنتش هتبقى الشخص اللي انت عليه دلوقتي. يمكن دلوقتي مش فاهم، ويمكن شايف ان كل اللي حصل ده كان وحش، بس صدقني هيجي وقت بتبص ورا وتفهم ان ده كان خير ليك حتى لو ما كنتش شايفه وقتها. يمكن دلوقتي مش واضح بس بعدين هتقول كان خير. كانت معاكم ملك فرج، وأشوفكم في حلقة جديدة من في الكلام كلام.